أعزائي المشاهدين، في الفيديو ده هنتعرف على أقوى وأهم المسلسلات اللي هتتعرض في الموسم الرمضاني 2023. بس قبل أي حاجة لازم تعمل لايك وسبسكرايب في القناة علشان يوصلك كل جديد. أنا معكم بشوي أفلامين. أول عمل معانا من تأليف وإخراج العظيم خالد يوسف، وهو مسلسل سر الباتع. العمل معالجة درامية لقصة من المجموعة القصصية لحادثة شرف الكاتب يوسف إدريس. الرواية بتحكي عن عصرين مختلفين، الأول هو العصر الحالي والثاني هو نهاية الثورة الفرنسية في مصر في نهاية القرن ال18 والمقاومة الشعبية في مرحلة مهمة عاشوها المصريين. العمل من بطولة أحمد فهمي، حنان مطاوع، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، أحمد السعدني، عمرو عبد الجليل، والمتميز صلاح عبد الله. والعمل هيتعرض على قناة أون. تاني عمل درامي معانا هو مسلسل ضرب نار. بتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدي حول شخصية مهرة أبو الليل، بنت من حي شبرا، وجمال أبو شديدة الكوماندا ابن محافظة سوهاج اللي جاي من أعماق الصعيد للقاهرة وبيواجه مشاكل كتير في إطار أحداث المسلسل، وده علشان يحقق حلمه. فالمسلسل حب ومأساة وأكشن، والغموض يسيطر عليه نجاح دباح. العمل من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، إيمان السيد، تامر نبيل، سهير المرشدي، بدرية طلبة، انتصار، ضياء عبد الخالق. والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري. مسلسل ضرب نار هيتعرض حصريا على قناة أون. ومن أقوى الأعمال الدرامية السنة دي هو مسلسل سوق الكانتو. المسلسل بيدور في إطار اجتماعي تاريخي وطني، بيحكي عن طه القماش، ودي الشخصية اللي بيجسدها أمير كرارة، وهو شاب مصري بيناضل ضد الإنجليز، وده بيخليه يهرب ويستخبى في سوق الكانتو، وبيشتغل هناك وبيبقى واحد من أكبر تجار السوق في الفترة ما بين 1946 ل 1954، واللي بتنتهي بجلاء الإنجليز من مصر. بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، ضياء عبد الخالق، محمود البزاوي، مها نصار، عبد العزيز مخيون. العمل الدرامي المميز من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. سوق الكانتو هيتعرض على قناة DMC. وكمان هنستمتع بمشاهدة العمل الدرامي الضخم مسلسل رشيد، وهو رؤية معاصرة لرواية الكونت دي مونte كريستو. بيحكي عن الشاب رشيد اللي عايش في هدوء مع ابنه وأبوه بعد وفاة مراته، ومع مرور الأحداث رشيد بيلاقي نفسه متهم في قضية قتل وسرقة الراجل اللي بيشتغل عنده، وفي السجن بيتعرف على شخص بيغير حياته، ويبقى هدفه بعد ما يخرج من السجن انه ينتقم من الشخص اللي تسبب في أذاه. بطولة محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، صلاح عبد الله. والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح. هيتعرض مسلسل رشيد على منصة شاهد وعلى قناة MBC مصر وMBC دراما. ومعانا كمان في الموسم الرمضاني الفنانة المميزة والقديرة نيللي كريم بعمل درامي ضخم، وهو مسلسل عملة نادرة. بيحكي عن نادرة، الست الصعيدية اللي بتواجه معارك كتير مع عائلة زوجها بعد وفاته، لأنهم بيحاولوا ياخدوا ميراثها، لكن هي مش بتستسلم وبتحارب كتير علشان حقوقها. بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو ريا، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، وجومان مراد. العمل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل. وهيتعرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC وقناة ART حكايات. وطبعا ما ينفعش يعدي الموسم الرمضاني السنة دي من غير المسلسل الكوميدي الضخم الكبير الجزء السابع. الكبير بالذات من المسلسلات اللي الناس كتير مستنياها، وده بسبب الضجة اللي حصلت في الموسم السادس، وشخصية مربوحة اللي كسرت الدنيا بتلقائيتها وخفة دمها. والسنة دي بنفس الشخصيات اللي تعودنا عليها، ومن صور الكواليس المسلسل باين عليها يكسر الدنيا، لأن الجزء ده بيحكي عن المشاكل الزوجية اللي هتحصل بين مربوحة والكبير بعد سنة من جوازهم. بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، وضيف شرف الفنان أحمد السقا، وباقة من ألمع النجوم. تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.
التركي. الكبير الجزء السابع هيتعرض على قناة أون. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة في الموسم الرمضاني 2023 من قناة بشوي أفلامين وبرنامج عكس التيار. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. شكرا.